السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم، هنبدأ أول حلقاتنا في حلقات أمراض طيور الزينة. أنا كنت وعدتكم المرة اللي فاتت إن أنا هتكلم عن أمراض طيور الزينة. النهاردة هنتكلم عن أول مرض وهو مرض القلش، اللي هو بيسموه القلش فرنساوي في طيور الزينة، أو اللي هو تقصيف الريش في الزغاليل. بس احنا هنتناول الموضوع بشكل مختلف. يعني في ناس كتيرة اتكلمت عن القلش، ولكن النهارده احنا هنتكلم عليه بشكل مختلف شوية. كل اللي كان بيتكلم قبل كده كان بيقول ان القلش دوت او تساقط الريش ده عند الطيور ده مرض واحد. لا، هو القلش ده كذا مرض او كذا نوع من ليه كذا نوع يعني. فبالنسبه لنا هنتكلم على 3 انواع من مرض القلش دوت. في حاجه اسمها القلش الفرنساوي او اللي احنا بنسميه التمليح عند طيور الزينه. وفي نوع تاني اللي هو سوسة الريش، ده النوع الثاني. وفي النوع الثالث اللي هو تنتيف الريش زي اللي بيحصل في البغبغانات الكبيره. الاولاني اللي هو التمليح عند طيور الزينه او القلش او تقصيف الريش للطيور. بنلاقي الطيور عندنا بدات الزغاليل اللي طالعه بتطلع ريش جناحها واقع وريش ديلها واقع، زي ما بيظهر عندكم في الصوره دلوقتي. فيطلع عندنا الزغاليل مقصفه او ريشها متنتف او واقع. دي اسبابها ايه؟ اول حاجه سوء تغذيه. السبب الثاني قله نظافه وعدم نظافه. السبب الثالث عدم تعرض الطيور لاشعه الشمس. الاوضه اللي احنا بنربي فيها ما بيدخلهاش شمس كتير، او تعتبر ما بيدخلهاش شمس خالص. فدي برضو بتؤدي الى مرض التمليح او مرض التقصيف عند طيور الزينه. والسبب المشهور والسبب الرابع اللي هو تجوز اخوات لبعضهم. يعني مثلا في جزء يطلع عندك تجوز اولاده، واولاده يتجوزوا الجيل الثاني، يتجوز يعملوا جيل ثالث، فيبتدي يظهر المرض في الجيل الثالث. في ناس قالت ان الموضوع ده مش صحيح، موضوع تزاوج الاقارب ده مش هو ده اللي بيسبب التمليح او التقصيف عند الطيور. لكن انا بقول لا، هو فعلا ده من ضمن الاسباب بتاعه اللي هو تقصيف الريش او تساقط الريش. ان انت تزاوج الاقارب عامه بيؤدي الى تركيز الجينات في الاجيال اللي طالعه، فانت عمال تجوز اخوات لبعضهم، فبيطلع الجيل الثالث جيل ضعيف، وفي الجينات اللي هي الوراثيه اتكثفت فيه، فيبتدي يطلع الجيل اللي هو الثالث دوت بيطلع فعلا مقصف او ضعيف، ويظهر فيه المرض بصوره واضحه. لكن هو السبب الرئيسي في الموضوع هو سوء التغذيه. انت عمال تاكل فلارس وبلكم وما بتديش كالسيوم ولا بتدي فيتامينات ولا بتدي حاجات خضراء، فيبتدي طبعا بعد ما بيحصل تزاوج في الطيور وتبيض. طبعا البيض ده بياخد كالسيوم كتير من جسم الطائر، فيبتدي يحصل عنده نقص في الكالسيوم، فتقوم الانثى تبتدي عاوزه تعوض نقص كالسيوم اللي عندها دوت، تبتدي تنتف في ريش الطيور الصغيره وتاكل الريش بتاعها، ويحصل عندها نوع من انواع الافتراس. طب علاجها ايه بسرعه؟ علاجها ان انت اول حاجه ان انت ممكن تاخد الزغاليل ديت تبتدي تحطها تحت زوج تاني مطلع، او ان انت تفصل الانثى وتخلي الذكر هو اللي ياكل الزغاليل اللي طالعه، والانثى اللي انت فاصلها دي تبتدي تعالجها من المشكله اللي عندها دوت، ان انت بتدي لها تغذيه مناسبه والتغذيه الكويسه. والتغذيه الكويسه ديت احنا اتكلمنا عليها قبل كده في فيديوهات سابقه. ممكن ان انا اسيب لكم الرابطه بتاعه الفيديو ده اسفل الفيديو دوت، هديكم الرابطه بتاعه الفيديو بتاعه التغذيه السليمه. والحاجه الثانيه بعد بقى ما بتفصل الانثى وتعالجها وتبتدي موضوع الافتراس اللي عندها دوت يقل، ممكن ترجعها تاني وتحطها في قفص تاني، فان شاء الله هتبقى ايه، هتظبط وتبقى كويسه.
ده بالنسبه لي اللي هو المرض الاولاني، وهو مرض القلش او التمليح عند الطيور. في المرض الثاني بقى اللي هو سوسه الريش. سوسه الريش ده مرض مختلف خالص عن الاولاني. ده بيبقى السبب الرئيسي فيه اولا سوء التغذيه، عدم الاهتمام بالنظافه. الحاجة التانية عدم تعريض الطيور لأشعة الشمس. يبتدي تظهر بعض الحشرات اللي هي اللي بتؤدي إلى تآكل في الريش، وبنسميها سوسة الريش. تيجي تطلع الريش بتاع الطائر تلاقي ان الريشة اخرها جزء اسود كده زي ما يظهر عندكم في الصورة. هتلاقي الطائر نفسه الريش بتاعه اخر الريشة بتبقى اسود شوية. فدي بتبقى نتيجة لإصابة الطيور بنوع من أنواع الحشرات. ودي علاجها اولا ان انت لازم تحط الطيور ديت في مكان يكون بيدخلوا شمس كويسه، بتهتم بنظافه المكان، وبعدين بتدي لهم بقى الادويه اللي هنقول عليها دلوقتي. ازاي احنا بنعالج اللي هو سوسه الريش دوت. سوسه الريش دوت اول حاجه بنجيب في عندنا دواء اسمه فيركون اس زي ما انتم شايفينه كده في الشاشه. فيركون اس دوت عباره عن بودر بنحط 200 جرام على لتر ميه، ونبتدي نرش بيها الطائر، جناح الطائر، ونرش بيها الديل بتاعه وريش الطائر كله ما عدا فتحه التنفس، وما نرشش، ونرش بيها اللي هي الجدران بتاعه الاوضه والبياضات، وبس نبعد عن الاكل بتاع الطائر. على فكره الفيركون اس ده ممكن يتحط كمان على الميه لانه هو سيف جدا ما فيهوش مشكله. لكن احنا دايما بنستخدمه كرش احسن، بيترش بيه الريش بتاع الطائر وجدار الاوضه والبياضات بتاعه العصافير والقفص نفسه، بس بنبعد عن الاكل بتاع الطائر. ده اسمه الفيريكون اس. وفي نوع تاني اللي هو بيعالج الجرب في الانسان اللي هو اسمه الاوكتوميسيرين. الاوكتوميسيرين دوت دواء رهيب جدا وحلو جدا وفعال جدا. بنحط مثلا غطيين او 3 غطيان من الاوكتوميسيرين دوت على لتر ميه، وبرده بنرش بيه ريش الطائر او بنرش بيه لجدار الاوضه، وبنرش بيه برده البياضات. ده حلو جدا، علاج فتاك وجميل جدا بالنسبه للحشرات عامه، سواء كانت فاش بقى، سوسه الريش، النمل، بيموت حتى الصراصير. فهو فعال جدا، بس هو عيبه دلوقتي ان هو بقاش موجود بكثره في الصيدليات زي الاول، بس هو من الحاجات الممتازه جدا اسمه اوكتوميسيرين. في نوع تاني بقى ممكن لو ما لقيناش الكلام ده بنجيب اللي هو الديتول العادي، وبرده بنحط غطا على لتر ميه وبنرش بيه الارضيات والبياضات وريش الطائر. وممكن نعمل خل بالميه، نحط خل على الميه ونرش بيها برضو ريش الطائر والبياضات والقفص بتاع الطائر لغايه لما نتاكد ان اللي هي سوسه الريش دي اختفت. يبتدي بقى ريش الطائر في خلال 6 أسابيع يبتدي يرجع تاني ويرجع الطائر تاني يطير ويرجع كويس. بس لازم يبقى في رش دوري. ادام حصلت مره بقى ممكن تحصل بعد كده، فكل 3 شهور ولا حاجه بنبتدي نرش البياضات، وبنرش جدار الاوض او جدار الاوضه اللي احنا بنربي فيها، والقفص ورش الطيور عامه، بس دايما بنبعد عن فتحه التنفس بتاعتهم. وبكده باذن الله بنقضي على سوسه الريش. ولو نقدر ان احنا نحط الطيور ديت في اوضه ثانيه تكون في الشمس تدخلها اكتر، دي بتبقى مهمه جدا، لان برضو عدم تعرض الطيور لاشعه الشمس على الاقل 2 ساعات في اليوم ده بيأثر جدا على موضوع الكالسيوم، وعلى موضوع اللي هو التخلص من الحشرات. النوع الثالث بقى وهو النوع اللي هو بنسميه نتف الريش. نتف الريش ده بتحصل عند
البغبغانات اللي هي زي البغبغانات الكبيره بقى، زي اللي هي الكاسكو والبغبغانات الكبيره عامه، ديت بتبقى السبب الرئيسي فيها هو الحاله النفسيه للطائر. الطائر طبعا صاحبه مبقاش يبتدي يلعبه، مبقاش يبتدي يدخل له كتير زي الاول، فالطائر بيحس ان هو عمل حاجه غلط او اذنب، فيبتدي يعاقب نفسه بان هو يبتدي ياكل الريش بتاعه، يقصقص الريش بتاعه، وينتف الريش. فتبص تلاقي الطائر نفسه ريشه متنتف خالص، لدرجه ان في بعض البغبغانات بتنتف ريشها كله نتيجه لسوء الحاله النفسيه للطائر. وبرضه من ضمن الاسباب هو سوء التغذيه وعدم تعرض البغبغان لاشعه الشمس على الاقل ساعه او ساعتين في اليوم. كل دي بتبقى اسباب برضه لنتف الريش عند الطيور، بس هو السبب الرئيسي. بدايه الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم بقيه حلقات امراض طيور الزينه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.